جاهز؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاءنا مع الشيخ أبو عكرمة الطباوي رئيس لجنة الوعظ والإرشاد للحج والعمرة القطرية. نرحب بك يا شيخ أبو عكرمة، مرحبا. حياك الله وأهلا وسهلا بك. أخ أبو عكرمة، عرف للمشاهد للموقع من أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله. إخوة الأفاضل العمار والحجاج، تحية طيبة مباركة حبية حارة من القلب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الأستاذ إبراهيم مصاروي المعروف بالشيخ أبو عكرمة الطباوي، أعمل مدرسا في إعدادية النجاح، وأحمل شهادة ماجستير في التربية وعلم النفس. متزوج من معلمة، ولي 4 بنات، 2 تدرسان في جامعة التكنون وتل أبيب الطب، ولي ابنة ثالث تدرس موضوع آخر بالعيون، وهنالك ابن وحيد عندي يدرس بالإعدادية. وبارك الله فيكم. شيخ أبو عكرمة، ما هي لجنة الوعظ والإرشاد؟ بسم الله، منذ 3 سنوات بعد أن رأينا هناك نواقص في عملية أداء الحج والعمرة، ومن أجل تحسين الأداء الحج والعمرة والرقي قدما بإذن الله بالحج والعمرة، قررنا إقامة لجان، فكان منها إقامة لجنة الوعظ والإرشاد التي تسهر وتعمل على راحة المعتمر الحاج وتأهيل إداري مميز لخدمة الحجاج والعمار. وهذه اللجنة تضم ال5 مراكز الموجودة في بلادنا لعرب 48، إحداها في سخنين، والثاني في الناصرة، والثالث في أم الفحم، والرابع في الطيبة، والخامس في النقر. وهذه اللجنة تقوم على خدمة حجاج وعمار بيت الله الحرام. ما هي الأعمال التي قامت بها لجنة الوعظ والإرشاد؟ حقيقة بفضل الله تعالى، أولا عندما أسسنا وأقمنا هذه اللجنة كان هنالك كل إنسان يعمل لوحده، وليس هنالك تنسيق أو تأهيل لأي إداري، وإنما كل إداري يعمل حسب ما يرى مناسبا. وعندما استلمنا الوضع كان الوضع حقيقة صعب جدا للغاية، فقررنا النهوض بهذه اللجنة. أولا افتتاح دورات لتأهيل إداري مميز وراقي، لأن اليوم الوضع يختلف، فأصبح عندنا المهندس، الطبيب، وأصبح عندنا العامل، وأصبح عندنا المعلم والمدير. لذلك رأينا أنه من الذي يليق بنا كناس مثقفين أن نعمل على تأهيل الإداري المميز، فقمنا بافتتاح 5 دورات من سخنين إلى النقر والطيبة والناصر والفحم، وتخرج عندنا العشرات من الإداريين المؤهلين، وهذا كله يعود بالمنفعة أولا وأخيرا على المعتمر الحاج. ثم أصدرنا 3 كتب، وهذا لأول مرة: كتاب دليل السكن والتعليمات للحجاج، كتاب ثاني اسمه دليل المرشد الكامل للحاج المعتمر، والثالث نصائح للإداري. بالإضافة أننا وزعنا ديسك على كل إداري يبين ويشرح كيف الحاج المعتمر يؤدي مناسك الحج والعمرة. كذلك نحن أقمنا في الطيبة لوحدها في السنة الأخيرة في عام حج 2014 أقمنا في الطيبة 6 لقاءات، 3 لقاءات للنساء و3 لقاءات للرجال، بينا فيها كل الحقوق والواجبات وكيف تؤدي العمرة وكيف تؤدي الحج. وكان هنالك دورة أيضا فيها أحضرنا طبيبات وممرضات ومختصة تغذية، وأحضرنا أطباء، فكان هناك عملية تأهيل للحاج، تأهيل نفسي ومعنوي وتأهيل حتى ديني قبل أن يخرج لأداء مناسك الحج. ونحن إن شاء الله عز وجل نطمح في السنة المقبلة إنه قبل كل عمرة وقبل كل حاج موسم حاج نقوم إن شاء الله بإعداد وتأهيل المعتمر الحاج كيف يودي مناسك الحج أو العمرة، ونحضره أيضا نفسيا بإذن الله تعالى. فهنالك عندنا أمل كبير بإذن الله عز وجل أن ننجح في هذا العمل.
أخ أبو عكرمة، المعتمر يتذمر من عدم أداء العمرة ب5 ليالي بالمدينة المنورة، وإنما اقتصر الأمر على 8 ليالي بمكة المكرمة، لماذا؟ الوضع ليس بأيدينا، حتى أن المسؤولين في المملكة العربية السعودية وفي المدينة المنورة أعلموا الجميع عن عدم رضاهم، لأن هنالك قرار في المملكة العربية السعودية بهدم 26 فندق على مستوى 4 نجوم و5 نجوم اللي هي فنادق مميزة، وهذه 26 فندق فيها تستوعب 36,000 حاج ومعتمر. الآن عندما يأتي الأمر هدم ستكون الأمور صعبة، فالأمر لا يتعلق بنا ولا يتعلق بإنسان، وإنما هو وضع قائم. الآن هنالك أوامر بالمملكة العربية السعودية بهدم هذه الفنادق، فالأمر سيكون صعب للغاية. الشركات لن تستطيع أن توفر للعمار الفنادق المميزة، بينما كل إنسان أراد أن يسكن ب3 نجوم وفرنا له 5 ليالي في مكة المكرمة و5 ليالي بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. أما بالنسبة ل4 نجوم و5 نجوم ستكون هناك أزمة بالمدينة المنورة لمدة سنوات، ولا يقتصر الأمر على هذه العمرة. فنحن لو كان عندنا لدينا نملك الفنادق 5 نجوم و4 نجوم لا مشكلة لدينا. في السابق خرجنا 6 ليالي وخرجنا 5 ليالي للمدينة المنورة، فنحن ليس لدينا مشكلة، وإنما المشكلة قائمة بالمدينة، خاصة بعد إصدار أوامر الهدم ل36 فندق في الجهة الشمالية المركزية اللي كل عرب 40 بيسكنوا فيها، ويحاولون إيجاد حلول. قالوا هنالك فنادق بعيدة، ولكن أيضا الفنادق البعيدة هنالك فيها مشكلة، كما صرح المسؤولين في المملكة العربية السعودية أنها ليست على مستوى عراق تستوعب الحج العمار، وإنما مستواها منخفض جدا جدا جدا، فنحن بغنى عنها. أما لو أراد إنسان أن يسافر 5 ليالي إلى المدينة المنورة نقول له مرحبا بك، ولكن نحجز لك 3 نجوم. أما 4 نجوم و5 نجوم لا يملك أي شركة أردنية، فنحن نعتذر. الأمر ليس بأيدينا، وإنما أمر واقع مجبر عليه، وإن شاء الله في المستقبل يكون هناك حلول بإذن الله تعالى. هل هناك حلول وبدائل لمن يرغب بأداء العمرة وزيارة المدينة؟ نعم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله. أعلنت لجنة تنسيق على الملأ وبدأنا نسجل. لماذا نضغط أنفسنا ونخرج جميعا العمرات بعطلة الشتاء أو عطلة الربيع أو عطلة رمضان؟ هذه العطلات يتدفق إلى المدينة وإلى مكة مئات الألوف، وربما يصل ملايين أحيانا، أكثر من الحج، وخاصة في عمرة رمضان الثالثة. أنت إذا لم تكن مجبر ومرغم على أداء العمرة بالشتاء وبعطلة الربيع أو بعطلة الصيف برمضان، أقول لك أنصحك هنالك بدائل. منها إن شاء الله تعالى أننا أعلنا عن تسجيل لعمرة شهر 2 وشهر 3، 6 ليالي بشهر 2 بالمدينة المنورة و6 ليالي بمكة المكرمة. وإن شاء الله عز وجل إن هنالك إمكانية، وهذا بديل حسن. وأيضا إن شاء الله نحن نرى أن هناك مشكلة لوضع قائم، ولسنا نحن الشركاء في هذا الأمر، وإنما المملكة العربية السعودية أراد أن تهدم، ولكن هناك مشكلة. البديل أن تسافر إلى العمرة وإلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة فقط. إن شاء الله تكون في شهر 2 خلال ما فيش عندنا عطلات، لا ربيع ولا شتاء ولا الصيف. ماذا تتوقع وكيف سيكون الوضع بعمرة الربيع وعمرة رمضان؟ أنا شخصيا أتوقع، والله تعالى أعلم، نحن لا نعلم بالغيب، وإنما الذي يعلم بالغيب والله عز وجل. نحن كبشر ننظر ونحل الوضع القائم. أنا شخصيا أقول أولا شعارنا الإسلامي واضح، نريد نحن أن نخدم حجاج وعمار بيت الله الحرام،
شعار الإسلامي واضح: خدمة الحجاج والعمار وسام فخر ووسام شرف لكل من يعمل بهذه اللجنة، لأن خدمة الحاج وسام فخر وشرف لنا جميعا. ثم نحن ننطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث العظيم: الحجاج والعمار وفد الله، أي ضيوف الله، هذا وفد لله تعالى، دعاهم فأجابوه، الله أكبر، دعاهم الله عز وجل فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. هذا الحديث حسن عند الشيخ العلامة الألباني. ولا تنسى قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج. الله عز وجل ونبيه إبراهيم هم الذين دعوا الناس لحج العمرة، ونحن انطلاقا من هذه الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. نحن نقول هكذا، والله تعالى أعلم وأدرى أن عطلة الربيع الوضع سيكون أصعب من عطلة الشتاء. لماذا؟ لأن الكثير غير نيته وسفره من عطلة الشتاء إلى عطلة الربيع معتقدا أن الأمور ستكون أفضل، ولكن أنا حسب المعلومات بكل تواضع وليس تفاخر، ولأنني أرغب حقا وليس تكتيكا وليس تخطيطا، فنحن لا نعمل بالسياسة، نحن لا نعمل إلا بما يرضي الله عز وجل. نقول أن الوضع بعطلة الربيع ربما يكون أصعب، وكذلك بعطلة رمضان، وخاصة عطلة عمرة رمضان التي ستكون الثالثة، ونحن جربنا الماضي. لذلك أنا توقعاتي والله تعالى أعلم وأدرى أن الأمر لن يكون أفضل بعطلة الربيع، لذلك أو عطلة الصيف أو رحلة عمرة رمضان. لذلك أنصح بكل قوة وأناشد الجميع بكل محبة وبكل إخوة: توجهوا إلى العمرات في الشهر الثاني أو الثالث، ابتعدوا عن عطلات الشتاء والربيع والصيف، هذا أفضل لكم. والذي سيخرج لعمرات الربيع والشتاء والصيف فقط المجبر الذي يعمل مدرسا أو عنده أولاد. أما الرجل والمرأة الذي ليس مدرسا ولا مرتبطا بالعطلات أي عطلة من العطل، أقول له: يا أخي يا أختي أفاضل، نصيحتي لكم: اخرجوا لأجل العمرة في الشهر الثاني. شيخ أبو بكر، مع الأسعار غالية جدا بالعمرة والحج، لماذا؟ نعم، حقيقة أنا أيضا أشعر هنالك يعني لأول وهلة أقول أسعار غالية، ولكن إذا أردنا وأنا وضعت أمامي، نحن التقينا مع الكثير من إخواننا في الضفة الغربية، وإخواننا في قطاع غزة، وإخواننا في كلكيلي، وإخواننا في طول كرم، وأقولها على الملأ: خذوا الأسعار من عندنا، خذوا المواصفات، واذهبوا إلى أي مكان في كلكيليا أو في طول كرم لن تجدوا الأسعار كثيرة. لماذا؟ أولا، أنت عندما تدفع 410 دينار غرفة ثنائية، 5 ليالي في مكة المكرمة و5 ليالي بالمدينة المنورة، أنت عندما دفعت 410 دينار جواز سفر أردني جديد. ثانيا أو ثالثا، تدفع ما يقارب 50 دينار مقابل خدمات وزارة الأوقاف الأردنية. ثم هنالك حافلة باص تنقلك من الطيبة من بلدك أو من شفا عمر أو من سخنين أو من نقع أو أم الفحم أو أي بلد، تنقلك إلى الشونة، ثم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ثم هنالك مرشد أردني، ثم هنالك إداري الحافلة، ثم هنالك أجرة مكتب اللي هي بجوز 10 دنانير أو 15 دينار، هذا اللي إحنا مسيطرين عليه. ثم أيضا باصات أردنية، وكنا معابر. هل نسينا أن كل معبر سيدفع عليه الإنسان عندما تسافر من الطيبة إلى الأردن تدفع وأنت داخل الأردن وأنت خارج؟ إحنا بندفع تقريبا 170 شيكل عن كل واحد سيخرج من إسرائيل
إلى الأردن، ثم في الأردن تدفع معابر، تدفع بالشوري ومعابر، ثم بالسعودية معابر، ولا تنسى هنالك حافلة تنقلك من الطيبة إلى الشونة. كل هذا يا إخواننا بالأخير يعني لابد أن يصل الرقم. لو أردنا عن طريق الضبط فحصد يسكنون 4 بالغرفة، 4 بالغرفة وليس 2، فهنالك بيطلع السعر أقل. ثم لا تنسى أن الإداري وجزاه الله كل خير، لأن الحمد لله عز وجل نحن نفتخر بالإداريين، نحن نفتخر بلجنتنا الإداري ولجنتنا. يعني إن سيطر الإداري من 5 إلى 10 دنانير، يعني أبو 50 شيكل مش أكثر، يدولك 50 شيكل السيطرة على الإدارة. منها بنظم رحلة بالمدينة المنورة والكل بيعرف، منها ينظم رحلة بمكة المكرمة، ومنها هذا الوضع قائم أن العامل في السعودية في الفندق، سائق الحافلة بالمعابر بالأردن أو بالشوري أو بأي مكان ينتظرون منك إكرامية. فالإداري جزاه الله كل خير يخدم الحجاج ولا يأخذ أجره، وإنما الأجر والثواب من الله تعالى، إن أجرنا على الله تعالى. أما الأسعار غالية هذا الوضع. لو أخذت نفسك وذهبت إلى أي شركة سياحية أو مكتب سياحي في كلكيلي أو تلكري يعطوهم نفس المعطيات وعد إلينا. ولا تنسوا أن الأمور لا تتعلق فقط بنا، هنالك دولة إسرائيل، هناك المملكة العربية السعودية، وهنالك الأردن، وهنالك الشركات. تخيل أنت تتعامل مع 5 أطراف تقريبا، فمن هنا جاء النتيجة 410 دينار. حسب رأيي السعر ليس غاليا وإنما مقبول جدا، والله تعالى أعلم وأدرى. أما بالنسبة ل1000 دينار بأنجم، أضف إلى ذلك أن الفندق يبعد مش أكثر من 200 متر عن ساحة الحرم المكي، وأيضا هناك وجبة إفطار، والفندق على مستوى راكن بإذن الله تعالى، سنقول جيد أكثر من جيد حتى، وبه وجبة إفطار، وهو بني منذ أشهر قليلة، وحتى الآن لم يفتح بشكل كلي وإنه فتح بشكل جزئي. والله تعالى أعلم وأدرى، هذا ما أعلم. شيخ أبو عكر، ما توجه إليكم تهم كثيرة. نعم. لماذا؟ أنا أقول لك. أول شيء اليوم هنالك بفضل الله عز وجل أنا التقيت بعد موسم الحج، ولم أكن معهم في الحج، ولكن بعد أن أدينا الواجب ونظمنا دورات إرشاد في الطيبة وغيرها، صار هناك علاقة مباشرة بيننا وبين الحجاج المعتمرين. بعد الحج مباشرة زرت الكثير، نعم الشيخ أبو عكرمة الطباوي، زرت الكثير من الحجاج العمار، ووزعت حرية استبيان على جميع واستمارة على كثير من الحجاج والإداري العمار بفضل الله تعالى. هنالك من يقول هناك كذا، الناس عامة لابد أن تتبين. ثانيا الجميع يشكر لجنة التنسيق والإداريين على أدائهم المميز في موسم الحج الأخير. هنالك بعض الناس بطبيعتهم متذمرين، بطبيعتهم يعني ينقلوا التهم على إنسان. أولا أخي الحبيب اسمع جيدا، كل من لديه شكوى بدل أن ينقل خبر ربما كاذب عليه أن يتوجه إلى مكتب الطيبة أو إلى الإداري الذي هو قريب منه أو إلى لجنة المراقبة ويكتب شكوى، وستدرس الشكوى بشكل جدي. 2 أنا بحكي عن نفسي، الكثير التقيت معهم يشكرون جزيل الشكر للإداريين وللخدمات التي قدمت لهم، وخاصة خلال موسم الحج الأخير باستثناء ما كان في المدينة المنورة. المدينة المنورة كما قلت لك هنالك مشكلة بها، وهذه المشكلة كما يبدو يعني بدها شوية صبر. كما الوضع تحسن مكة وإن شاء الله المدينة تحسن، كان هناك في الحج الأخير مشكلة واحدة وحيدة رئيسية، وبعض المشاكل الجانبية. الرئيسية أن الحجاج تضمر قسم منهم ولا أقول جميعهم من مستوى السكن في المدينة المنورة، ولكن يشهد الله أنني أنا شخصيا والإداري
ووزعنا كتب يا إخواننا. هذه الكتب وزعت وبها مكتوب بالحرف الواضح وبشكل واضح بين، وكل من لديه ادعاء يأتي إليه. وقلنا لكم مباشرة أن السكن بالمدينة المنورة سيكون على مستوى نجمتين، أي المستوى لن يكون على مستوى الأبراج. أنت عندما سكنت بالأبراج مع وجبة فطور، مع وجبة عشاء، مع خدمات فندقية على مسافة 50 متر، يدوبك 50 متر من ساحة الحرم ومن المسجد الحرام، أنت قريب من الكعبة أمتار قليلة. الآن بعض الناس بطبيعته يشكك، لأن نحن شعب يشك، وعندنا الإشاعة يعني بسرعة تنتشر كما تنتشر النار بالهشيم. لذلك يا إخواننا بفضل الله تعالى أنا أقول عكس ذلك، الكثير منا يشكر خدماتنا، الكثير منا يعترف بأن لجنة التنسيق فيها عملية إجراء وتغيير جذري، وإن شاء الله نحن وضعنا أمامنا هدف عظيم، خدمة حجاج وعمار بيت الله الحرام، ونحن وضعنا خطة، وهذه الخطة خلال سنوات قليلة سنرتقي بالحاج وبالمعتمر وبالإداري إلى إن شاء الله أعلى مستويات. ولكن الأسعار ليست بأيدينا، والتذمر هذا من يتذمر انه لك صراصير في السكن ربما راى، انا لا اقول يكذب، ربما راى بعض الاخوه عدم النظافه في احدى الفنادق اللي هي نجمتين، هذا انا اتوقع انه انسان صادق، ولكن هذا لا يعني اننا لم ننجح، بالعكس اقول بفضل الله تعالى الكل اليوم يثني ويشكر لجنه التنسيق ولجنه الوعد ويشكر الاداريين. وعلى اخر جمله موضوع، لو سألت كل إنسان في الطيبين المعتمر الحجاج سيوجهون نعم الشكر الجزيل للإداري، لأنه اليوم عندنا إداريين أمينين. إحنا الحمد لله رب العالمين. مثال، أنا الشيخ أبو عكرمة أعمل مدرس 33 سنة ومعاش الحمد لله رب العالمين طيب، وغيري فيه تاجر، وزوجتي تعمل ونحن نعمل 33 سنة. إذا اشتريت سيارة رأسا ولا أعرف لماذا يا أخي، لماذا غيرنا لا يعمل ويملك سيارات فخمة، لا يعمل وبنى أبنية فخمة؟ نحن عملنا 33 عام، 33 سنة، وكل شيء ببيتي بفضل الله تعالى من حلال، وهذا بفضل الله تعالى. ولا تنسى أن زوجتي أيضا تعمل مدرسة، وأنا أيضا أعمل مأذون شرعي، فلا ينقصنا شيء، وغير يعمل تاجر وغير يعمل مقاول. فنحن بفضل الله عز وجل نحن ربما لا نملك أموال كغيرنا، ولكن بفضل الله نحن نملك دين نفتخر به، نحن نملك أمانة ونفتخر بها، نحن نملك عزة نفس وكرامة، وهذه نعمة من الله عز وجل. وأنا أقول للجميع اليوم في عندنا لجان غير لجنة التنسيق، في كمان لجنة، إحنا بلجنة التنسيق إذا إنسان عنده أو لديه أي دليل فليتفضل مشكورا إلينا، وسنعمل كل ما بسعنا حتى يرد الحق لأهله. وبفضل الله عز وجل كما قلت لكم أيها الإخوة، نحن وضعنا نصب أعيننا هدف عظيم، ألا وهو مشروع خدمة حجاج عمار، وهذا المشروع لن نتنازع عنه لأحد أبدا، لأننا إحنا بنيناه خلال 25 عام. شيخ أبو عكرمة، لماذا لا تعلمون الناس بما لهم من حقوق وما عليهم، أي أن السعر يشمل؟ نعم أخي الحبيب، مرة أخرى الله يرضى عنك، إحنا أصدرنا المرشد الكامل للحجاج يوسف الرحمن، أصدرنا هذا الكتيب، وأصدرنا هذا الكتيب من هذا الكتيب من جهتين، وأصدرنا كتيب آخر دليل السكن الحج، وبينا بهما كل ما للحج من حقوق وما له عليه من واجبات، وبينا له بشكل واضح أننا كيف وصلنا إلى هذه الأركان. وعلى سبيل المثال هذه الصفحة دقيقة بس،
هنا انظر، خلي المشاهد ينظر. ما هذا؟ هذا بيان للناس بكتاب اسمه دليل السكن وتعليمات الحجاج اللي صار الحج عام 2014 ميلادي، عام 1435 هجري. هذا الكتيب ببين لك كل دينار أين وضع. وأيضا بعد عودة الحجاج العمار من بلاد الحجاز أرجعت مبالغ مالية معينة، كل حسب ما يستحق. فإن شاء الله الأمانة موجودة، لأننا ننطلق نحن من دين الإسلام الحنيف الذي علمنا أداء الأمان إلى أهلها، ووضعنا دائما نصبعنا خدمة حجاج وعمار بيت الله الحرام، فلا مجال للتشكيك بفضل الله تعالى. ولا تنسى كما قلت لك أن هنالك كل إنسان بيقدر يتوجه إلى الإداري، إلى المكتب، إلى اللجان والاستفسار. بمكتب التنسيق، مكتب الطيبي الموجود مش بعيد عنكم 100 متر شرقي، مكتب الطيبي نت، مكتب الحج عمرة مقابل شبرسال شريف الطباخ، قريب جدا هنالك. نعم. نصيحة للمعتمر وللحاج. أولا أنصح إخوتي الأفاضل الأخوات الكريمات كل الحجاج العمار أولا أن يتقوا الله عز وجل بكل كلمة يلفظونها. لا تنسوا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لذلك أنصح كل أخ وكل أخت أن يمسك لسانه. ولا تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ثانيا أنصح كل أخ وكل أخت أن يتوجه مباشرة إذا عنده شك أو إذا عنده التباس أو استفسار إلى مكتب الحج والعمرة في الطيبة أو أي بلد، يمكن في سخنين، يمكن بالناصرة، يمكن بالفحم، يمكن بكلنسوة، ويمكن بالطيري، ثم أو النقب، ثم يتوجه أيضا إخوان الأفاضل إلى الإداري. إحنا اليوم عندنا كادر وطاقم من الإداريين المميز بفضل الله تعالى. اليوم ارتقينا خطوة إلى الأمام، وحسب معرفتي بالإداريين معرفة شخصية بمعظم الإداريين وخاصة في مركز الطيبة بفضل الله تعالى معظمهم أو الغالبية العظمى تقريبا ولا نستثني أحد هنالك الأمانة، وكلهم أحرار يملكون الأمانة. ثم إخواننا بلاش نتهم الناس، بلاش ننقل أخبار غير صادقة حتى لا تقع بالحرام. إذا جاءك إنسان بنبأ، لا أريد أكون فاسد، إنسان بنبأ لابد أن تبين وأن تستفسر، والبين على من ادعى. ونحن بفضل الله عز وجل انظار، وقلتها لناس وزعلوا، قلت له أننا نعتبر أنفسنا أنظف من المياه بفضل الله عز وجل، لأننا نصلي الفجر ونصلي جماعات وحجينا واعتمرنا، ونملك البنات والشباب ونملك البيوت والأعمال. فنحن بفضل الله ناس أحرار، ناس وجدنا لخدمة حج العمار، وهذه نعمة من الله تعالى. فأقول لكم ترى اطمئنوا، عندنا شفافية، اطمئنوا، عندنا الأمانة، اطمئنوا، نحن حريصين على خدمتكم ابتغاء مرضات الله تعالى، ولأن الحج عمره ركن من أركان الإسلام الخمسة، فكونوا على طمأنينة. أنا عن نفسي أتكلم، الشيخ أبو عكرمة الطباوي، الأستاذ إبراهيم مصار من الطيبي، أقولها بصراحة، منذ 23 سنة وأنا أخدم مشروعنا الإسلامي الكبير اللي هو ركن من أركان الإسلام الخمس، ألا وهو موضوع الحج والعمرة. وبفضل الله عز وجل خرج معي ربما الآلاف من كافة البلدان، والكل يعرفني، وأقولها بصراحة أني حتى الآن لم أسمع إنسان وجه تهمة إلي. هذا بفضل الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل. ثم أقول بقية الإخوة الإداريون والمسؤولون في لجنة الحج والعمرة ليسوا أقل مني، وإنما الكثير منهم أفضل مني بالأمانة وبالأداء.
لذلك يا إخواننا إحنا فخمنا الأمور، كبرنا الأمور، الأسعار إحنا مشلنا عنها، ولكن نحن سنبقى نختم حج عمرة. والتقيت مع الكثير من الناس يوجهون الشكر إلينا بفضل الله تعالى. دعاء للعمار والحجاج. أول شيء ندعو الله عز وجل ونقول اللهم اجعل حجهم واجعل عمرتهم، اغفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم وتجاوز عن معاصيهم. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا. اللهم أرنا جميعا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا جميعا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لنا جميعا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك. يا ربنا ما أعطيتنا وما وهبتنا وما تكرمت علينا الكثير فلك الفضل ولك المن ولك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت علينا. اللهم اجعلنا خدام مخلصين أمينين لخدمة حجاج وعمار بيت الله الحرام. اللهم احفظ لنا عمارنا، اللهم احفظ لنا حجاجنا، اللهم اجعلهم يؤدون المناسك على ما تحب وترضى على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظهم واجعلهم يعودون إلى بلادهم سالمين غانمين بأجر عظيم. ثم يا إخواننا أقولها بصدق، أنا سامحت لأن إسلامنا علمنا التسامح. كل من مس بي أو بغيري من إخوة الأفاضل، وأقولها بصدق، هذا الإداري يا إخواننا سيارته لخدمة الحجاج عمار، البنزين من جيبته، الهاتف اللي كان يكلف في السابق كذا أموال على حساب الخاص، وقته، ترك ربما أطفاله في البيت وترك زوجته. طبعا أتفكر بال50 شيكل تحياتك. والله لو أردنا 50 شيكل لذهبنا وعملنا في إحدى المصانع 4 ساعات في الأسبوع وبنجيب كذا مرات. فنحن انطلاقنا واضح. سامحناكم لوجه الله تعالى، اتقوا الله فينا. وأقولها بكل تواضع، هنالك لجنة جديدة سنرى، والله سنرى. أنا توقعاتي أننا نحن في لجنة التنسيق ولجنة الوعظ والإرشاد نحن الأفضل، لأننا نحن بنينا هذا المشروع. أخي ضياء، هل تفكر إنسان عمل 23 سنة من أجل بناء بيته سيهدم بيده؟ هل تفكر أن إنسان كل ما قدم من مال ومن أوقات ومن تعب ومن تهم عليه الآن من السهل أن يهدم العمل هذا؟ نحن بنينا البناء ونحن سنحافظ على البناء، وإن شاء الله مستقبلا يكون الغد مشرق، الغد أفضل. ولكن أقولها وأذكر، ما يحدث بالمدينة المنورة، ما يحدث مكة المكرمة ليس بأيدينا، نحن بشر. الله تعالى هو الذي يقدر الأمور، فنقول الحمد لله على كل حال. شكرا للشيخ أبو عكرمة الطباوي، وجعلك ذخرا لخدمة البلد ولخدمة المواطنين. جزاك الله كل خير. شكرا. أخي ضياء، أنا أوجه لكم الشكر الجزيل، أوجه لكم الشكر الجزيل لأنكم منحتموني فرصة حتى أوجه النداء الأخ الحار إلى الحجاج العمار، وإن شاء الله كلهم نحن نحبكم في الله. نحن سنبقى على العهد لخدمة حجاج وعمار بيت الله الحرام. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله كل خير، وإلى اللقاء إن شاء الله مع لقاءات أخرى نبين حقائق حول لجنة الحج والعمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محدثكم أخوكم الشيخ أبو عكرمة الطباوي. بوركتم أنتم وجزاكم الله خيرا كثيرا. شكرا.